كنا ماشيين أنا وفاطمة والحاج فوزي اللي هو حماية. لقيته دخل محل تليفونات. استغربت وقلت له: إيه يا حاج، هتغير تليفونك ولا إيه؟ بص لي بابتسامة غريبة كده وقال لي: لأ، أنا عايزاكي أنتي اللي تدخلي وتختاري أحسن تليفون يعجبك، بس خلي بالك محدش يشوفه. أنا لما سمعت كده كنت هطير من الفرحة. يا بختي، كنت طول عمري بحلم بالتليفون ده. قلت له: مش عارفة أقولك إيه يا عم فوزي، بس أنا بجد بحلم بالماركة دي من زمان قوي. دخلنا واشترى التليفون، ولما طلعنا قال لي: أنا نفسي أشوفك أسعد واحدة دايما يا بنتي، يلا بينا نجيب أكل حلو ونتعشى سوا في البيت. قلت له بصراحة أنا ببسط جدا لما الحاجة زينب اللي هي مامة أحمد ما بتكونش في البيت. رد عليا بابتسامة وقال لي: ما تخافيش، كل ما تخرجي هجيبلك كل اللي نفسك فيه. دخلنا البيت وهو راح على المطبخ. استغربت وقلت له: بتعمل إيه يا حاج؟ أنا هقوم أجهز الأكل وأجيبه لحد عندك. قال لي: لأ، انت ارتاحي، أنا اللي هجيبلك كل حاجة. قعد وجهز كل حاجة بنفسه. كان حنين ولطيف معايا جدا، وحسيت كأني قاعدة مع بابا الله يرحمه. بعد الأكل تعبت وما خدتش بالي من الدنيا. صحيت على صوت الحاجة زينب وهي بتصحيني. قالت لي: إيه حكايتك؟ هو أنا لسه سايباكي على السرير ده؟ ما تشبعيش نوم؟ وإيه الكعكبة دي كلها في السكة؟ قلت لها: معلش يا حاجة، غصب عني، كنت قاعدة لوحدي وزهقانة، قلت أرتاح شوية، ما خدتش بالي إني نمت. قلت لها: هطلع دلوقتي خد دش وأغير هدومي وانزل لحضرتك على طول. قالت لي: خدي التليفون بتاعي، ابنك أحمد من الصبح مصدعني عايز يكلمك. قلت لها: تمام. خدت التليفون وكلمت أحمد. قال لي: إزيك، مش عارفة أوصلك، عارفة إن أمي مش باتت هنا، أنا هبعت تليفون جديد ل5 أفراد من العيلة علشان أكون متواصل معاهم دايما. قلت له: تمام، اعمل اللي يريحك. وسكت بسرعة. ممكن أقفل، ورايا حاجات كتير. قال لي: أنت بتتكلمي معايا كده ليه؟ قفلت المكالمة. بعدها مسكت التليفون الجديد اللي جابه ليه الحاج فوزي، عملت لنفسي أكاونت جديد على الفيسبوك. تاني يوم لقيت رسالة غريبة وصلت لي. فضلت أدور وأسأل لحد ما اكتشفت إن الأكاونت ده بتاع الحاج فوزي. الرسالة كانت بتقول: يا بنتي، انتي جميلة، انتي عجباني قوي. استغربت جدا وقلت له: حضرتك عرفتني ازاي؟ قال لي: عرفتك، بس ما حدش يشوف الأكاونت ده، خصوصا جوزك أو الحاجة زينب. قال لي: خبي التليفون كويس عشان الحاجة زينب بتطلع فوق وإيديها طايلة، ممكن تدخل عليكي فجأة. قلت له: خلاص، اطمن يا حاج، أنا هخبيه. وفعلا خبيته. لقيت الحاجة زينب طالعة عليا وقالت لي: مالك، في إيه؟ مش كنتي هتاخدي دش وتنزلي؟ مش ورانا شغل في البيت ولا إيه؟ اتلجلجت وقلت لها: كنت بكلم ابنك مش أكتر. قالت لي: أحمد إزاي؟ وهو لسه قافل معايا وقال لي إنه مقدرش يكلمك. اتصدمت وقلت: إيه ده؟ لأ، أنا كلمته قبل ما أدخل أستحمى. قالت لي: أنتي بتكدبي عليا ولا بتحققي معايا؟ قلت لها: لأ طبعا يا حاجة. قالت لي: خلاص، لما تخلصي انزلي وتكلمي معاه كويس. عدى 7 شهور على الحكايات دي كلها. في يوم كنت قاعدة تحت في الصالون، والحاجة زينب كانت خارجة في مشوار طويل. فجأة دخل الحاج فوزي وقال لي: مالك قاعدة كده؟ كنت فاكرك نايمة. قلت له: عندك حق، من ساعة ما صحيت وأنا مش مظبوطة، مش قادرة أتحرك كتير. قال لي: ارتاحي، تعالي اقعدي معايا شوية في الصالة الكبيرة لحد ما الحاجة زينب ترجع. طلعت وقعدت معاه. قال لي: شكلك مرهق، أعمل لك عصير فيش؟ جابهولي. أول ما شربته حسيت بدوخة ورحت في النوم على طول. ما فقتش إلا على صوت الحاجة زينب بتصحيني. الحاج فوزي كان عامل نفسه عادي جدا، كأن مفيش حاجة حصلت. بعدها بفترة تعبت جدا. الحاجة زينب اتخضت وقالت لي: لازم دكتور فوراً. أنا ما كنتش فاهمة إيه اللي بيحصل لي. أحمد جوزي مسافر بقاله 9 شهور. الحاجة زينب بدأت تشك وتسألني: بتروحي فين وبتيجي منين؟ قلت لها: انت عارفة اني ما بروحش في أي حتة ودايما قدام عينك. لكن هي كانت عارفة جوزها كويس. اللي أنا كنت فاكراه زي أبويا طلع سبب كل ده. قعدت تكلمه وقالت له: انت الراجل الوحيد في البيت، والبنت دي مش بتخرج خالص، أنا كنت فاكراك بتحن عليها زي بنتك. قال لها: انت اتجننتي، بتتكلمي عن مرات ابني؟ الكلام ده مستحيل يحصل. لكن لما واجهته بالتحاليل اتراجع واعترف وقال لها: سامحيني يا زينب، أنا غلطت غلطة عمري. قال لها: الشيطان ضحك عليا،
بس لازم السر ده يفضل بينا، لو اتكشف البيت هيتخرب وابني هيكرهني. قالت له: انت هو الشيطان بعينه يا فوزي. سألها: هي قالت لك ايه؟ قالت له: كل ده كان برضاها. الحاجة زينب قررت تلم الموضوع وجابت ليا دواء وقالت لي: خدي الدواء ده واوعى الكلمة دي تخرج بره البيت. عملت زي ما قالت. كانت عايزة تحافظ على بيتها وسمعتها. جوزي أحمد لسه مسافر وما يعرفش حاجة. الحاجة زينب منعتني أنزل أو أشوف حد لحد ما أحمد يرجع ونشوف حل. القصة دي انتهت بنهاية مرة. الخيانة حتى لو كانت سر لازم تيجي لحظة وتنكشف. الحاج فوزي دفع تمن ضعفه، والحاجة زينب اتكسرت بس حاولت تحافظ على بيتها. أما أنا فاطمة بقيت محبوسة في بيتي مستنية أحمد يرجع وهو ما يعرفش حاجة. الدرس واضح، أي بيت مبني على الكذب والسر بيقع. المواجهة والصدق هما الحل، مش الخوف ولا الستر الزايف، لأن الحقيقة مهما اتأخرت هتطلع وتكشف كل حاجة.